إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته، فإنه من اتقاه وقاه، ومن لجأ إليه وتوكل عليه كفاه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونهم. أما بعد، فإن المجتمعات المتداخلة المختلطة الأعراق واللغات والأنساب تحتاج إلى عقول سامية وإلى قلوب واسعة تجمع شتاتها وتوحد اختلافها وتستثمر تنوعها، وننطلق من مدرسة النبوة من المعصوم صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة وأهلها أنواع، فالمهاجرون صنف، والأنصار من المسلمين صنف ثان، ومن بقي على شركه وديانته صنف آخر، واليهود صنف رابع. فالمدينة كانت مختلفة في الأعراق وفي الأنساب وفي الديانات وفي الولاءات، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحيي الناس وليصنع أمة، جمع هذا العقد بوثيقة سماها وثيقة المدينة. ليس صعبا أيها الإخوة، ليس صعبا ولا محالا أن تتناغم الأعراق في بلد واحد. فهذه جنوب أفريقيا، وقبلها الهند وتايوان وغيرها، أمثلة معاصرة، ولكنها توفر لها قيادات صادقة وكيانات عاقلة. ولهذا إن الكيانات التي يكون هدفها الوصول إلى السلطة ستبقى متناحرة متقاتلة، وأما المكونات والقيادات التي تسعى لتمكين المجتمع لا لتتمكن منه، الكيانات التي تسعى لتمكين المجتمع لا لتتمكن منه تكون عاقلة جامعة